ليه النرجسي بيرجع بعد ما العلاقة بتنتهي؟ السؤال ده بيتكرر عليا كتير جدا، ويمكن جوه السؤال ده وجع واستغراب واحتياج لفهم اللي بيحصل. في الحلقة دي هنتكلم عن أكتر الأسباب الخفية اللي بتخلي النرجسي يرجع تاني بعد شهور أو حتى سنين من الانفصال وكأن مفيش حاجة حصلت. ويا ترى بيرجع ليه؟ هل هو حب ولا ندم ولا في دوافع تانية أعمق وأخطر؟ خليكم معايا النهاردة علشان نفك شفرة الرجوع المفاجئ ونفهم اللعبة النفسية اللي ورا تصرفاته. لو عشت تجربة مع شخص نرجسي فالحلقة دي علشانك. في ناس كتير بتستغرب لما النرجسي بيرجع تاني بعد ما العلاقة بينهم خلصت، خصوصا لو الانفصال ده كان من سنين، وبتبدأ الأسئلة تدور في دماغهم: هو رجع علشان لسه بيحبني ولا ندمان ولا علشان حاجة تانية؟ خليني أقولك الحقيقة من وجهة نظر علم النفس. النرجسي مش بيرجع علشانك، هو بيرجع علشان نفسه. شخصية النرجسي بتعتمد على حاجة اسمها الإمداد النرجسي، وده ببساطة يعني إنه محتاج طول الوقت ناس تمدحه، تهتم بيه، تديله إحساس بالقيمة والسيطرة. فلما بيخسر شخص كان بيحقق له ده بيبدأ يدور على حد تاني، مش لأنه بيحبه لكن لأنه محتاج له كمصدر تغذية نفسية أو علشان يكون الوقود النفسي ليه. طيب ليه ممكن ياخد سنين كتير ويرجع تاني؟ لأنه ساعات بيكون عنده مصادر تانية شغالة، يعني علاقات تانية بتغذيه نفسيا، ولما المصادر دي بتقل أو بتختفي بيرجع يدور عليكي تاني، على اللي كان بيضمن له الإحساس ده قبل كده حتى لو من زمان جدا. يعني بيرجع يدور في دفاتره القديمة مين اللي كان بيمده بالدعم واللي بيعلي الإيجو عنده، إلى جانب إن النرجسي مش بيحب يخسر. يعني فكرة إن حد يسيبه أو يتخطاه بتكسر غروره جدا، فبيرجع تاني مش بس علشان يسيطر على الضحية ولكن كمان علشان يثبت لنفسه إنه لسه يقدر يرجع وقت ما يحب. طيب هل ممكن يكون اتغير في الفترة اللي بعد فيها عن الضحية؟ بصراحة التغيير الحقيقي في الشخصية النرجسية نادر جدا، لأنه مش بيكون واعي بإنه عنده مشكلة، ولو حتى راح لمعالج أو دكتور بيكون علشان عنده اكتئاب، لأن كل الناس اللي بتديله الدعم سابته، مش علشان هو مصاب بالنرجسية. والعلاج بيحتاج وعي عميق جدا وعلاج نفسي لمدة طويلة، لكن في أغلب الحالات هو بيرجع بنفس الأدوات ونفس الأسلوب، بس بيكون بغلاف جديد. رجوع النرجسي مش دايما علامة حب، ولكن في الغالب بيكون جزء من دور السيطرة والتلاعب النفسي. لو فهمتي ده هتعرفي تحمي نفسك، مش هتقعي في نفس الحفرة مرة تانية. بعد ما فهمنا ان النرجسي بيرجع مش علشان بيحبك لكن علشان بيحتاجك كأداة تغذي غروره، خلينا اشرحلك دوافع تانية بتخليه يرجع، وكل واحدة فيهم ممكن تبان مختلفة بس في الحقيقة كلهم بيدوروا حوالين التحكم والأنانية. أول حاجة، النرجسي بيختبر الحدود النفسية عندك. النرجسي عنده حتة جواه بتحب الاختبار، دايما بيحب يجرب ويشوف هل الشخص ده لسه بيضعف قدامه، هل لسه بيستجيب ليه. فلما بيرجع هو مش راجع يطبطب، هو راجع يشوف لو لسه ليه تأثير عليكي، ولو لقى الباب مفتوح بيرجع يتعامل معاكي زي الأول. النقطة اللي بعد كده، هو ملقاش حد تاني يديله نفس الإحساس. لو كان داخل علاقات تانية وفشلت أو الناس بدأت تبعد عنه بعد ما اكتشفوا شخصيته، بيرجع للناس اللي شايف إنهم كانوا متسامحين أو متعلقين بيه أكتر من اللازم. يعني انت ممكن تكوني الخطة البديلة، مجرد شيء بيدعمه ويمده لما بيخلص الوقود عنده وما بيلاقيش وقود للإيجو عنده، هو شايفك كخيار مضمون. النقطة اللي بعد كده، الرجوع مش دايما حب، ساعات بيكون انتقام. في نرجسيين بيرجعوا بس علشان يوجعوكي أكتر. أنا هرجع أوهمك إني اتغيرت، أخليكي تتعلقي بيا تاني بعد ما بدأتي تتعافي، وبعدين أسيبك من غير سبب علشان يرجي إحساسه بالسيطرة والانتقام من جرح نرجسي حصله لما العلاقة خلصت. النقطة اللي بعد كده، دورة العلاقة النرجسية. في علم النفس في نموذج معروف جدا بيمثل علاقة النرجسي بأي شخص، بيحطك فوق ويمدحك ويخليكي تحسي انك اهم حد في الدنيا، وبعد كده يبدأ يقلل منك ويشكك فيكي، يلومك ويجرحك، يرميكي ويختفي ويتجاهلك تماما، وبعد كده بيرجعلك يشفطك تاني للعلاقة زي المكنسة تمام بنفس الأساليب القديمة اللي كان بيعملها معاكي. ولو النرجسي رجعلك غالبا دخلتي في مرحلة الهوفرنج،
ودي أخطر مرحلة، لأنها بتكون بعد ما لميتي نفسك بالعافية وحاولتي تتعافي من سمية النرجسي، بيمارس عليكي نفس الأسلوب تاني ويرجع يعلقك بيه تاني. النرجسي عنده ذاكرة انتقائية جدا، يعني بينسى الألم اللي سببه ليكي وبينسى لحظة انهيارك، لكنه فاكر جدا لحظات إعجابك بيه والتسامح اللي كنت دايما بتديهوله مهما غلط، وبيفتكر انك هتكرري نفس رد الفعل تاني الطيب والمتسامح. طيب ايه هي اشهر الحيل اللي بيستخدمها النرجسي لما بيرجع تاني؟ في ادوات ثابتة النرجسي بيستخدمها علشان يدخل حياتك مرة تانية، وهقولك عليها علشان تبقي واخدة بالك كويس جدا وتحمي نفسك. رقم 1، رسالة الاعتذار اللي مليانة مشاعر. هيكتبلك او يتصل بيكي بكلام شكله حب وندم، بس هو في الحقيقة بيكون مليان تلاعب نفسي، زي مثلا انا غلطان ومش قادر اعيش من غيرك، انت الوحيدة اللي فهمتيني، انا اتغيرت وبقيت انسان تاني. لكن لما تركزي هتلاقي الكلام كله عاطفي بس ما فيهوش مسؤولية حقيقية أو خطة تغيير واقعية. رقم 2، اللعب على ذكريات زمان. بيرجع يفتكر معاكي أجمل لحظات العلاقة، اللحظات الحلوة اللي كانت في أولها لما كان مثالي ولطيف وبيغرقك حب واهتمام، والهدف هنا انه يلمع صورته القديمة في دماغك علشان تتعلقي بيه تاني وتنسي كل اللي حصل بعد كده. رقم 3، الغيرة والاستفزاز العاطفي. ساعات النرجسي بيرجع بطريقة غير مباشرة، زي انه يظهر على السوشيال ميديا مع حد جديد او يعمل نفسه مبسوط او بيلمح انه داخل علاقة، بس في نفس الوقت بيبعتلك حاجات صغيرة تخليكي تحسي انه لسه بيفكر فيكي علشان يوصلك احساس انه هو ضيع حاجة مهمة جدا كانت في حياته، وتبدأي تراجعي نفسك وتقولي ليه مش انا اللي معاه. رقم 4، انه بيعمل نفسه مريض او منهار من غيرك. دي واحدة من أخطر الحيل. ممكن فجأة يكلمك ويقولك إنه تعبان نفسيا أو بيمر بمراحل صعبة جدا، أو حتى يلمح بأفكار سوداوية زي إنه عايز يخلص من حياته علشان يحرك مشاعر التعاطف جواكي. بس خلي بالك النرجسي بيعرف يلعب على وتر التعاطف جدا، وده مش معناه إنه ناوي يتغير أو يحترمك، هو بس بيستخدم ضعفك قدامه علشان يرجعلك. بيوهمك إن العلاقة دي قدر أو نصيب، ويقعد يقولك كل ما نحاول نبعد بنرجع لبعض تاني، اكيد دي مش صدفة، اكيد ربنا كاتب لينا نكمل مع بعض. بس في الحقيقة هو بيحاول يغلف العلاقة بغلاف روحي او عاطفي علشان تحسي بالذنب لو رفضتي ترجعي له تاني. طيب في الحالة دي تعملي ايه؟ لو لقيتي واحدة او اكتر من الحيل دي بتحصل معاكي، اسألي نفسك هل هو بيطلب فرصة حقيقية ولا بس بيكرر نفس الكلام القديم؟ هل شفتي تغيير فعلي في سلوكه ولا مجرد كلام؟ هل العلاقة المرة دي فيها احترام وحدود ولا ده فخ؟ تعالي بقى نشوف نصايح مهمة جدا لو النرجسي رجع بعد الانفصال. اعملي حدود واضحة واثبتي عليها. لو فتحتي الباب حتة صغيرة النرجسي هيخش وهيفتح الباب على الاخر. حطي حدود زي انا مش هرد على رسايل غير واضحة، انا مش هرجع من غير تغيير فعلي وموثوق. افصلي بين العاطفة والواقع. مش كل احساس بالاشتياق معناه انك لسه بتحبيه، ساعات ده بيكون حنين للوهم او للنسخة اللي كان بيمثلها في اول العلاقة، مش لشخصية النرجس الحقيقية. ركزي في الافعال مش الكلام. ممكن يقول انا اتغيرت، انا عرفت غلطتي، بس فكري مع نفسك هل هو راح لدكتور؟ هل اعترف انه اذكي؟ هل سأل ازاي يعوضك؟ لو الاجابة لا، يبقى ده مجرد طعم. ما تدخليش تاني في دوامة التجربة. اوقات ممكن تفكري وتقولي طب اديله فرصة أخيرة، لكن في العلاقة النرجسية الفرصة الأخيرة بتتكرر 10 مرات، وكل مرة بيأذيك أكتر من المرة اللي قبلها. اختاري السلام النفسي مش التجربة اللي مش بتعلم. خدي خطوة لورا واطلعي بره الدايرة علشان تشوفي الصورة كاملة. اعملي كأنك بتشوفي فيلمك من بعيد. هل الدور اللي كنت بتلعبيه في العلاقة كان بيساعدك فعلا، ولا كنت دايما بتحاولي تثبتي انك تستحقي الحب والاهتمام؟ لو دايما كنت بتقدمي بدون مقابل، يبقى المشهد ده محتاج تغيير مش إعادة. اوعي تستجيبي للعواطف الطارئة. لو صحيتي في يوم وحسيتي انك مفتقداه، استني شوية، مش لازم تتواصلي فورا. ادي لنفسك 24 ساعة. اكتبي مشاعرك على ورقة، اتكلمي مع حد تثقي فيه، وشوفي هل الشعور ده حقيقي ولا لحظة ضعف. لو بدأ يتواصل تاني سجلي سلوكياته، اعملي زي مذكرة ملاحظات، اكتبي كل مرة حاول يتواصل فيها وقالك ايه، رد فعله كان ايه،
وهل فعلا بيحترم مشاعرك. ده هيساعدك تشوفي النمط المتكرر في تصرفاته بدل ما تضعفي وتدخلي في الحكاية تاني. خلي حواليكي شبكة دعم، مش لازم تمر بالتجربة لوحدك. ممكن تتكلمي مع صاحبة ليكي أو أخت أو حتى معالج نفسي، حد يسمعك ويشجعك ويفكرك انت قد ايه قوية وتستاهلي الافضل. اقفلي السكة تماما لو في اذى نفسي حصلك قبل كده، لو حصل تحقير واهانة وخيانة او عنف نفسي. ما تسمحيش لعقلك يجمل اللي حصل. اللي كسرك مرة مش لازم تجربي تشوفي هيكسرك ازاي تاني. اشتغلي على نفسك من غير ما تستني اعتذار. التعافي مش مستني يجي يقولك انا اسف، التعافي بيبدأ لما انت تقولي لنفسك انا كفاية ومش هستنى حد يقيمني. ما تلوميش نفسك على اللي حصل، ودي واحدة من اكتر الحيل اللي بيعملها النرجسي، انه يخليكي تحسي انك السبب وانك انت اللي خربتي العلاقة. لكن الحقيقة النرجسي ما بيعترفش بأخطائه، دايما بيشاور على غيره. فأول خطوة للعلاج انك تبطلي تلومي نفسك. افهمي انه ندمه مش دايما ندم، اوقات بيكون انسحاب تكنيكي. النرجسي احيانا بيرجعلك مش لانه ندمان، بل لانه مفيش ضحية تانية دلوقتي، او علشان ضحيته الجديدة اكتشفته، فبيرجعلك مؤقتا لغاية ما يلاقي بديل تاني. فكري كويس، هو رجعلك من باب الحب ولا رجعلك لانه فاضي دلوقتي؟ اختبري افعاله مش الكلام. لو قالك انه اتغير، بصي كده، هل تصرفاته الجديدة ماشية مع كلامه؟ هل بقى بيعترف بغلطه؟ بيحترم حدودك؟ بيهتم بمشاعرك بصدق؟ لو الكلام حاجة والتصرفات حاجة تانية، فده تمثيل مش تغيير. ما تتورطيش في حوار طويل معاه بعد الرجوع، كل كلمة بتقوليها ممكن تتحسب ضدك. النرجسي شاطر جدا في جدال طويل، بيقدر يلفك ويلف بيكي، وفي الاخر تلاقي نفسك انت اللي بتقولي يمكن فعلا انا غلطانه. خلي ردودك مختصره جدا وواضحه وما فيهاش فتح ابواب عاطفيه. اهتمي بنفسك زياده وقت ظهوره المفاجئ. لما النرجسي بيرجع بيأثر على نفسيتك. اعملي عكس اللي هو عايزه. اخرجي، خدي بالك من اكلك ونومك، اكتبي مشاعرك، عاملي نفسك بحنية. وفي كل مرة انت قوية هو بيخسر اكتر. خدي نفس قبل اي قرار، هو بيحب يخليكي تاخدي قرارات بسرعة علشان ترجعي له وانت مش مركزة. نامي كويس، استشيري حد، اكتبي كل حاجة. الوعي في اللحظة دي هو سلاحك. فكري في المرحلة اللي بعده مش فيه هو. اسألي نفسك انا عايزة اكون فين كمان سنة ومع مين. لو فكرش في مستقبلك هتلاقي انك مش محتاجة حد يقلل منك، انت محتاجة حد يضيفلك، يشيل معاكي ويكبر بيكي مش عليكي. ما تعتمديش على رد فعله علشان تحسي انك اتشافيتي. النرجسي مش هيقولك عندك حق ولا حتى هيقولك انه ظلمك، ولو قالها بيقولها علشان يوصل لحاجة. انت مش محتاجة اعترافه، انت محتاجة تعترفي لنفسك انك اتأذيتي وتستحقي تحمي نفسك. افهمي ان الرجوع مش شجاعة، اوقات بيكون ضعف. الناس ساعات تفتكر ان النرجسي لما رجع بيبقى شايف قيمتي. ساعات بيرجع لانه مش قادر يعيش لوحده، او لانه اتفضح، او لانه ضعيف ومحتاج حد يرجع يكلمه وياخد الوقود منه. اختاري تكوني نسخة اقوى مش نسخة خاضعة. كل دقيقة بتقضيها وانت مستنية تغيير بتأخرك عن النسخة اللي بتبني حلمها، بتكمل تعليمها، بتنجح في شغلها وبتحب نفسها. والسؤال هنا ازاي اتعامل لو رجع؟ لو النرجسي رجع بعد فترة، اسألي نفسك الاول انا اتعافيت فعلا ولا مجرد مشتاقله؟ لو رجع ايه اللي هيتغير؟ هل هو عايز يصلح اللي حصل منه زمان؟ غالبا الاجابة طبعا لا. علشان كده لازم تعملي الحاجات دي. احمي حدودك النفسية، حطي حدود واضحة حتى لو في دماغك بس، وتقولي لنفسك انا مش هدخل علاقة تاني مع حد ما بيحترمنيش حتى لو انا لسه بحبه. ما ترديش بسرعة، خدي وقتك في التفكير، وما ترديش اول ما يكلمك او يبعتلك رسالة. فكري كويس قوي سبب الانفصال اللي في الغالب كان انفصال بدون اسباب واضحة وصريحة. ارجعي كده وافتكري ليه سبتوا بعض وايه الاذى اللي حصلك. ما تخليش لحظة ضعف تنسيكي سنين وجع. استشيري حد محايد او متخصص. اوقات احنا بنبقى مش قادرين نشوف الصورة كاملة. اتكلمي مع حد يفهمك ويفكر بعقله، او مع معالج نفسي يساعدك تحمي نفسك.